مساء الخير عليكم ومرحبا بكم. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم خبز التاكوس. هاد الخبز ولا التورتيه ينفع الكامل هاد الساندويتشات. واش نقول لكم يا البنات، ناجح 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 100%. كما راكم تشوفوا كيما راني نعبز فيه ونكرفز فيه وما يتقطعش. شوفوا كيفاش يجي خفيف ويجي احسن من اللي نشروه من برا بألف مرة. شوفوا كيفاش راني ندير له يا البنات، ونعاود نفتحو ونعاود نكرفزو ونعاود نفتحو وما يتقطع ما يصرالو والو. قلت لكم ناجح 1,000,000% ماشي غير 1000. نبداو في الوصفه نتاعنا ان شاء الله لنهار اليوم. نتمنى تعجبكم، ما تنساوش الجيم والابوني ونبداو. جيبوا اي كيله عندكم. انا جبت هذا الكاس باسكو كانوا عندي تاني تضياف، دونك احتجت كميه كبيره. درت 3 كيلات فارينه، 2 مغارف سكر. هنا رانا رايحين نديرو كامل النواشف. كما راكم تشوفوا الملح نديرو على حسب الفارينه اللي درناها، ونزيدو كيس من الخميره الكيميائيه. نحركو كامل هاد النواشف، نخلطوهم مليح مليح حتى يدخلوا كامل في بعضهم. من بعد نجيبو الزيت. عندنا الزيت هنايا كيلت 6 مغارف كبار اللي طاحولي بالكاس ربع كاس، قلت 6 مغارف كبار. هنا دوكا نستعمل يدي، لازم نبسس هذيك الفارينه مليح مليح بهذيك الزيت، ندخلها كامل في الفارينه كما راكم تشوفوا كي شغل رانا نديرو المبسس. من بعد نجيبو الحليب. فرغت الكاس الاولاني وبديت نخلط. هنا الحليب نبداو نشمخو حتى نحصلوا على عجينه، يعني ما كاش كميه محدده باسكو الفارينه كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. هنا درت الكاس الاولاني كامل، زدت عمرت الكاس الثاني، بديت ندير فيه غير بشويه حتى تحصلت على عجينه كما راكم تشوفوا ماشي يابسه وماشي طريه. حطيتها على لو بلون دو طرافاي، عجنتها شويه. هنا راحت لي اللقطه ماشي بزاف، واحد 5 دقائق برك حتى الوجه تاعها يولي الشباب. من بعد كما راكم تشوفوا بونيتها، درت لها دي بول هكذايا صغار ودرتهم في السنيوه وتخليهم يريحوا شويه. لازم تخليها ترتاح باش تعاونك في الخدمه. كما قلت لكم العجينه تكون شويه طريه، ما نديروهاش يابسه سينون تعذبنا في الخدمه. من بعد نديرو هذه لابول هذيك تاع العجينه، انتي واش حبيتي الحجم تاع الورقه تاع الطاكوس ديالك. كما شفتوا حليتها بالعود مليح مليح حتى ولا لو بلون دو طرافاي تاعي يبان، يعني تحليها رقيقه باش ما تجيكش معجنه. من بعد نحطوها على طاوه ولا مقله واش كان متوفر عندك، وطيبيها كما تشوفي على البياض هكذا. نطيبوها على البيض برك، ما نحرقوهاش باسكو من بعد كي نعمروها رانا رايحين بانينيوها وتاخذ لنا هذاك اللون الشباب وتكمل طيابها. شوفوا هنايا بعد ما طيبناها لي دو كوتي قلبتها اشاك فوا نقلبها حتى تنشف لي من جهه وتزيد تنشف من جهه الثانيه. نحيها نديروها في كيس بلاستيكي مباشره هكذاك وهي سخونه. نجيبوا هذوك الاكياس الغذائيه، نديروا فيها هذا الخبز ديالنا ونزيدوا نغطوها بطرشون ونخلوها تريح مده، ومن بعد نجبدوها. كما راكم تشوفوا هذه هي النتيجه، مبهره، النتيجه اكثر من رائعه. باذن الله راني رايحه نديرهم ونوري لكم بعض الحشوات اللي تحشوا بها هذا الخبز. بصح صدقوني والله العظيم غير احسن من اللي تشريوه ب1000 مره، حتى الذوق ديالو والبنه تاعو اكثر من رائعه. نتمنى تجربوا الوصفه. لحقنا لنهايه الفيديو تاعنا لنهار اليوم، ما تنسونيش بالجيم والابوني.